اهي دي اللي بيقولوا عليها اتولدت وفي بقها معلقه دهب، وعلى الرغم من كده والدها اختار لها طريق تاني خالص. كانت بتقبض 5 جنيه في اليوم، وقفت تبيع في محل ابوها زيها زي اي موظف عادي، وهي لسه يا دوب عندها 12 سنه. حكايه شهيره دياب من الصفر لاهم سيدات الاعمال واسم كبير في عالم الحلويات في مصر. يا ترى ازاي ال5 جنيه دول غيروا حياتها، وايه اللي خلاها توصل للمكانه دي؟ كل ده واكتر هتعرفوا معايا في الفيديو ده. بنت مصرية قدرت تثبت إن النجاح مش بس ورث، ولكنه تعب ومجهود وشغل من الصفر. شهيرة دياب، الاسم ده ممكن تسمعه وتفتكر إنه مجرد اسم البنت رجل أعمال كبير زي المهندس صلاح دياب مؤسس المصري اليوم ومجموعة بيكو، بس الحقيقة إن ورا الاسم ده مشوار طويل بدأ من وهي عندها 12 سنة بس. شهيرة حكت في لقاء مع لميس الحديدي في برنامج رحلة المليار، وقالت بمنتهى الصراحة إن الموضوع ما كانش برغبتها في الأول، وإنها ما كانتش عايزة تروح تشتغل وهي لسه صغيرة كده، بس والدها كان عنده رؤية تانية خالص، كان عاوز يزرع فيها قيمة الجنيه وقيمة الوقت والانضباط من بدري جدا. ونزلت شهيرة فعلا وبدأت أول خطوة ليها في مشروع لابوار، وراحت فرع المهندسين، وكانت بتقف في الشفت زيها زي أي موظف موجود. مفيش بقى معاملة خاصة ولا بنت صاحب الشركة ولا الكلام ده خالص، وكانت بتاخد في اليوم 5 جنيه بس، وبتقف تبيع للناس وتتعامل مع الزباين وتفهم يعني إيه شغل ويعني إيه مسؤولية. التجربة دي اللي شكلت شخصيتها وخلتها تعرف إن مفيش حاجة بتيجي بالسهل، والتزمت فعلا باللي اتطلب منها، ورغم إنها كانت لسه عيلة وما كانتش حابة الموضوع في البداية، ولكن مع الوقت قدرت تفهم إن ده كان أعظم درس اتعلمته في حياتها. شهيرة ما اكتفتش بالخبرة العملية اللي خدتها وهي صغيرة، ولكنها اهتمت جدا بدراستها وتخرجت من الجامعة الأمريكية في القاهرة سنة 1998، وخدت بكالوريوس اقتصاد، وبعدها ما وقفتش وكملت دراسات في أكبر جامعات العالم. خدت ماجستير إدارة أعمال من معهد AMD في سويسرا سنة 2008، وكمان خدت برامج تنفيذية في هارفارد ولندن بيزنس سكول. يعني بنت مجهزة علميا وعمليا لأعلى مستوى. وبعد كده رجعت تشتغل في نفس المكان، ولكن مش كموظفة، رجعت كقائدة. بدأت وهي منسقة لمجلس الإدارة ومساعدة للمدير العام، وفضل الطموح يكبر لحد ما بقت المدير العام سنة 2003. وهنا بقى حصلت النقلة النوعية اللي خلت لابوار في حتة تانية خالص. لابوار زمان كان مجرد سلسلة محلات حلويات عندها حوالي 20 فرع بس، لكن بذكاء شهيرة ورؤيتها قدرت تحولها لمجموعة متكاملة بتنتج أغذية وخدمات طعام ومتاجر تجزئة، وحتى دخلت في شراكات مع شركات عالمية زي أكسون موبيل في محطات البنزين. النهارده شهيرة دياب بتدير إمبراطورية فيها أكتر من 175 فرع ومصنعين كبار جدا للإنتاج، وبيشتغل تحت إيديها أكتر من 4000 موظف. يعني بقت مسؤولة عن فتح بيوت آلاف الأسر المصرية. شهيرة كمان ليها دور مجتمعي وسياسي مهم، هي عضوة في مجلس أمناء الجامعة الأمريكية، وكمان كانت عضوة نشطة جدا في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة من 2007، ومسكت مناصب قيادية فيه زي رئاسة فرع القاهرة في 2019. النهارده بقت نموذج للمرأة المصرية الناجحة واللي قدرت تطور بيزنس عيلتها وتكبره أضعاف وتخليه علامة تجارية كلنا بنفتخر بيها، من أول 5 جنيه اللي كانت بتاخدها في اليوم وهي عندها 12 سنة لحد ما بقت بتدير مليارات. يلا شاركونا في التعليقات وقولوا لنا إيه رأيكم في قصة شهيرة